ما أقوله الآن لا يقال أم لم يقال في أغلب المنصات الإعلامية بالصراحة التي سوف أتحدث بها. المصريين الموجودين في قطاع غزة سواء مصريين أو متجنسين مصريا، لو أنا في مكان ما وعايز أسافر بقطع تذكرة طيران بخش دولتي اللي أنا معايا الجنسية بتاعتها. أنا بقى راجل عندي مشاكل، محطوط على قوائم انتظار، عندي أي مشكلة بيتحقق معايا في الدولة دي وبتحاسب، اللي هي أنا بالدولة اللي بحمل الجنسية بتاعتها اللي أنا المفروض تحت رعايتها. ففوجئت إن الدكتور سمير غطاس بيتكلم في برنامج مع عمرو أديب إن المصريين اللي في غزة اللي هم المزدوج الجنسية، لكن أين كانوا مزدوج الجنسية لكن هو معاه جنسية مصرية، هو مصري، عشان يسافر لمصر لازم يبعت جواز سفره للسفارة المصرية في رام الله، والسفارة تبعت كشف بالأسماء دي للإسرائيليين، وهم يقولوا لهم ده مسموح يخرج أو لا ما يخرجش، مثلا تبع حماس أو أي حاجة. ما أقوله الآن لا يقال أم لم يقال في أغلب المنصات الإعلامية بالصراحة التي سوف أتحدث بها. المصريين الموجودين في قطاع غزة سواء مصريين أو متجنسين مصريا، واحدة ست مصرية متجوزة واحد فلسطيني وجابت لأولادها جنسية وهكذا، وعددهم يفوق ما بين 30 إلى 40 ألف، وبعض التقديرات أكثر من كده. أنا عشان مصري أروح من أي بلد أنا فيها بقطع تذكرة، بركب طيارة ولا أتوبيس بروح بلدي. إذا بلدي ليها عليا حاجة بتوقفني بقى في المطار أو بتحولني أو بتقول لي مع السلامة أو أي حاجة. الآن عشان أي مصري يطلع من قطاع غزة بيبعت باسبوره الأول للسفارة المصرية في رام الله، والسفارة المصرية في رام الله تبعته للإسرائيليين، والإسرائيليين يشيكوا عليه ده كان ليه علاقة بحماس ولا ملوش. إذا ملوش بتديله أوكي اطلع، إذا ليه بتقول لك لا ما يطلعش. إن المصريين بيسلموا الباسبورات بتاعة المصريين للإسرائيليين، بيبعتها لسفارتنا في رام الله، للسفارة المصرية في رام الله، ثم السفارة المصرية في رام الله بتبعت كشوفات للإسرائيليين بيشيكوا عليها. وده مش بس للمصريين، بس للمصريين بالذات. موضوع أنا صدمت. الموضوع ده لو بجد، لو هو حقيقي، فاحنا بقى مش مستغربين من الخنوع والذل اللي احنا فيه. احنا كدولة من ضمن الدول بقى يعني، بس انا هتكلم عن نفسنا، يعني عن نفسي ان انا مصري، مش قادرين نمارس سلطتنا على مواطنينا. تخيل انت لو انت عربي ومعاك جنسية امريكية بريطانية فرنسية، محدش يقدر يمسك بكلمة، مش بفعل، محدش يقدر يمارس سيادته عليه غير الدولة دي. هل الموضوع ده بيحصل؟ ده موضوع خطير جدا. يعني في حاجات كتير هتنهار، وأفكار عن السيادة والقوة والوطنية والكلام ده كله. احنا للدرجة دي فعلا احنا متفاهمين مع الإسرائيليين للدرجة دي، واحنا خاضعين ومطيعين ليهم بالشكل ده فعلا حقيقي؟ احنا كده